نسمي اللبت ونبدأ مع بعض الدرس الرابع وآخر درس من منهج التاريخ للصف الأول الثانوي، ونبقى خلصنا كده المنهج على خير بإذن الله. ونشوف بقى حوار المراجعة والتدريبات إن شاء الله. الدرس الرابع ده بيتكلم على مصر تحت حكم الرومان. هنعرف أوضاع مصر تحت الحكم الروماني عبارة عن إيه، وإزاي الرومان عاملوا المصريين، وكان بيحكموا مصر ويستغلوا إيه في مصر بالتحديد لحسابهم، وشوية تفاصيل كده بقى عن الحضارة الرومانية. فالدرس هنا بيتكلمنا في مثل مشهور كده بيقول لك مصر هي أم الدنيا. ده حرفيا المثل ده هتعرف قيمته في الدرس ده. يعني ايه مصر أم الدنيا؟ مصر كانت تحت الحكم الروماني. في الرومان كانوا بيسيطروا على بلاد كتيرة جدا. أهم بلد كانوا بيسيطروا عليها بقى في البلاد المهمة دي كلها كانت مصر. ليه مصر كانت بتتميز عن باقي الولايات الرومانية؟ لأن مصر هنا بتمتلك موقع جغرافي متميز، لأنها موجودة في وسط قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا. بتتمتع بأهمية جغرافية كبيرة جدا عن باقي الولايات الرومانية التانية، فعشان كده اداها أهمية مهمة في التجارة اللي ما بين الشرق وما بين الغرب. فده أول حاجة إن ليه مصر بتتميز عن باقي الولايات الرومانية نظرا للموقع الجغرافي. كمان عندي هنا امداد روما بالقمح اللازم لاطعام سكانها. مصر بقى بما انها ام الدنيا، فكانت هي اللي بتاكل الشعب الروماني، هي اللي بتبعت له الاكل كل سنه، لدرجه ان مصر كانت بتبعت 135 الف طن من القمح سنويا. كان الرومان هناك، الشعب الروماني هناك في ايطاليا، بيزغرطوا لما يعرفوا ان شحنه القمح جايه من مصر، لان طبعا القمح مش مكفيهم هناك، عدد سكانهم كبير جدا. فكانت مصر بتقوم بامداد روما بالقمح اللازم للامبراطوريه الرومانيه كلها، للشعب الروماني كله. فممكن نلخص اهميه موقع مصر الجغرافي في حاجتين، في الاهميه الجغرافيه والاهميه الاقتصاديه، وعرفنا كل واحده ازاي. نشوف بقى احوال مصر تحت الحكم الروماني ايه، وضع مصر كان عامل ازاي، وازاي الرومان كانوا بيمارسوا سياستهم في مصر. اول حاجة هنبدأ بيها هو النظام او الحياة السياسية. الحياة السياسية بيقول لك كان النظام السياسي المتبع في الامبراطورية الرومانية يقضي بأن يحكم الولايات قنصل سابق. شفت القنصلين اللي كنا بنشوفهم هناك في الملكين، او القنصلين اللي كان بيحكم لمدة سنة واحدة، وبعد ما بيخلص السنة بنجيبه يحكم ولاية من الولايات بتاعة الامبراطورية الرومانية. ده كان المتعارف عليه كده، ان انت يا عم القنصل هتيجي تحكم سنة، بعد السنة دي هناخدك تحكم اي ولاية او اي مكان تابع للامبراطورية الرومانية. بس الكلام ده ما كانش بيتطبق على مصر، لان مصر بتختلف عن باقي الولايات الرومانية. فقرر الامبراطور اغسطس اللي هو اكتافيوس، حط شوية شروط لازم تتوافر في حاكم مصر. يعني مش هيحكمها القنصل يعني يا مستر، لا مش هيحكمها القنصل، لان قلت لك مصر بتختلف عن باقي الولايات الرومانية. طب ايه الشروط اللي حطها اكتافيوس يجب ان تتوافر في حاكم مصر؟ اول حاجة ان يكون تابعا له ويتلقى الاوامر منه مباشرة. يكون طبعا من طبقة الفرسان، وطبقة الفرسان دي اللي كان اغسطس اساسا هو رئيسها في الجيش. فاحنا مش هنجيب اي حد طبعا كده، لا ده مصر لها مكانة مهمة بتختلف عن باقي الولايات. تاني حاجة ان يتلقى منه الاوامر مباشرة. كل الاوامر اللي اقول لك عليه تنفذه، مش هتعمل حاجة في مصر غير لما ترجع لي فيها الاول. طب تلاتة، ان يكون ذو كفاءة ادارية عشان يقدر يسيطر على مصر ويحكمها، ومالية عشان يقدر ان هو يستفيد من الخيرات اللي في مصر ويكسب من وراها فلوس كتير. فوق كل ده ان يكون له خبرة عسكرية. يبقى 3 شروط اتحطوا في الشخص اللي هيحكم مصر: كفاءة مالية، كفاءة إدارية، كفاءة عسكرية. تمام. خد كمان معاهم حظر أي شخص من طبقة السيناتو. السيناتو دول اللي هم الأرستقراطيين، ال 300 عضو من الأرستقراطيين. حظر أي شخص منهم من دخول مصر إلا بإذن مباشر من الإمبراطور. يعني تقدر تقول ان طبقة السيناتو دي نفوذها قل في مصر في العهد الامبراطوري،
لان تم حظرهم من دخول مصر طبعا الا بقرار من الامبراطور اغسطس. كمان يبقى دي الشروط دي مهمة جدا، شروط مهمة قوي قوي حطها نظرا توضح قد ايه ان مصر مهمة بالنسبة لروما. كمان عمل حاجة، عمل تقسيم إداري. بص معايا، التقسيم الإداري ده بيبقى هدفه هو السيطرة والحكم. أما يجي أي حد كده يقول لك الإسكندر عمل تقسيم إداري، بس الإسكندر ما عملش تقسيم إداري، لأ. لما يقول لك مثلا بطليموس الأول عمل تقسيم إداري لمصر، تعرف على طول إن هو عايز يسيطر على مصر. لما يقول لك الإمبراطور أغسطس عمل تقسيم إداري جديد لمصر، على طول تعرف إن هو عايز يحقق سيطرة وحكم على مصر. فالهدف من اي تقسيم اداري هو تحقيق الحكم والسيطرة. فبدأ ان هو يقسم مصر لثلاث اقسام. ثلاث اقسام ايه هما؟ عندي اول قسم هنسميه مصر السفلى، اللي هو اخر حتة في مصر عند الدلتا كده، وهنسميها باسم الوجه البحري. كمان مصر الوسطى، دي المنطقة اللي هي من تحت القاهرة كده وانت نازل شوية، بنسميها القسم الشمالي من الوجه القبلي. ومصر العليا اللي هي جنوب مصر بقى عند أسوان كده، اللي هو القسم الجنوبي من الوجه القبلي. يبقى قسم مصر لثلاث أقسام، وعين على كل قسم من دول حاكم روماني طبعا. ده التقسيم الإداري اللي اتبعه طبعا أكتافيوس اللي هو أغسطس يعني، عشان يحكم ويسيطر على مصر. طيب تعال نشوف ده الحياة السياسية، طبعا قلنا كل تفاصيلها. تعال نشوف الحياة الاقتصادية، ازاي روما استفادت من مصر. كانت مصر بالنسبة للرومان مورد اقتصادي، حاجة كبيرة جدا تنعش الخزانة الرومانية بالمال والغلال، بتساعد في زيادة الرومان ماليا بالفلوس يعني، والغلال اللي هو القمح. عشان كده بدأ الرومان ان هم يستغلوا كل حاجة في مصر للانتفاع بالموارد بتاعتها، من زراعة لصناعة لتجارة كل الكلام ده. فهنروح مثلا بالنسبة للزراعة، عملوا ايه؟ بيقول لك هنا في الزراعة حفر ترع جديدة وتطهير الترع القديمة. حفروا ترع جديدة عشان يوصلوا الماء للأراضي، الترع القديمة اللي ما كانتش شغالة رجعوها تشتغل من تاني، كل ده طبعا لزيادة الإنتاج الزراعي. ضبط مياه النيل، اعرف لي بقى المية بتيجي قد ايه وامتى بتيجي كتير وامتى بتيجي قليل. زيادة المحاصيل الزراعية خاصة القمح، لأن ده طبعا كان بيحقق الأمن الغذائي لروما، بيحقق الاكتفاء الذاتي لروما. احنا قلنا كانوا بيبعتوا، كانوا بيسموها شحنة القمح السعيدة، من كتر ما هي او هم مبسوطين بيها وهم هياكلوا خلاص، افرح يا ابني وارقص، القمح جاي من مصر. كمان زيادة الفواكه والخضروات ونبات البردي، وكمان نباتات الزينة. اهتموا بتطوير البردي والزينة، البردي بتاع الورق والكتابة، والزينة طبعا النباتات اللي هي بتخلي الشكل حلو. ماشي. كمان ده بالنسبة طبعا للزراعة، كل ده حاجات كتيرة لزيادة الانتاج الزراعي. طب بالنسبة للصناعة، اهتموا بالصناعة، عملوا ايه؟ اهتم الرومان بالصناعات، وخاصة الصناعات اللي كانت موجودة من ايام الفراعنة، من ايام المصريين القدماء. طب زي ايه؟ زي صناعة الورق البردي اللي كانت مصر الوحيدة في العالم اللي بتصدره، اللي بتزرعه وبتبيعه، اللي هو طبعا الورق بتاع البردي. كمان عندك صناعة النسيج من الكتان عشان يعملوا منسوجات بقى، ومنسوجات كان في كتانية وكان في منسوجات تانية صوفية. كمان صناعة الأواني الفخارية والأدوات المنزلية، كانوا دي كلها صناعات مشهورين بيها. صناعة الحلي اللي هو أدوات الزينة، الخاتم والدبلة والحلق والغويشة والحاجات دي كلها. والفضية، حاجات برضو من الفضة، وتصنيع المعادن بمختلف أنواعها. كمان صناعة الزيوت والعطور والعقاقير الطبية اللي هي الأدوية طبعا. كمان الصناعات الزجاجية اللي بتبقى من الرمال وبتدخل فيها مواد كيميائية، والخشبية طبعا. لدرجة ان الامبراطور هادريان لما زار اسكندرية، زار الامبراطور هادريان في القرن الثاني وتحدث عنها، زارها سنة 200 واتكلم طبعا عن اسكندرية. تعال نشوف الكلام الجميل جدا اللي قاله الامبراطور هادريان. قال على اسكندرية انها مدينة غنية تتمتع بالثراء والرخاء. المدينة دي كأنه داخل ايه لندن، كأنه داخل مدينة نيويورك. ايه المدينة الجامدة دي يا جدعان؟ المدينة دي كلها اغنية وفيها خيرات كتير كده ليه؟
لا يوجد بها عاطل عن العمل، ده ما فيهاش واحد مش شغال، كل الناس شغالة. كمان اتكلم على صناعة الزجاج وصناعة البردي وصناعة النسيج، لدرجة انه قال كمان الكل يعمل حتى اصحاب العاهات من العجزة والعميان. اي كل الناس العجزة اللي هم ايه، فقدوا مثلا ايديهم او رجليهم او كده شغالين، العميان الناس اللي مش بتشوف شغالين، وحتى الذين فقدوا ايديهم لا يقضون حياتهم عاطلين، الناس اللي حتى يعني اعضاء من جسمهم فقدوها شغالين. وده طبعا قد ايه، بقول لك بيتكلم على نيويورك مش على اسكندريه، لا في الفتره دي اللي هو ظرفها مصر. زائد ان المؤرخ استرابون زار مصر هو كمان في اوائل العصر الروماني، واتكلم على صناعه الزجاج بالتحديد، كانت عاجباه جدا ففضل يتكلم عليها كتير، لدرجة ان كان لديهم اسرار. وهنا لما يقول لك اسرار ان المصريين كان عندهم اسرار للمهنة، فده بيرجع لكفاءة المصري القديم وخبرته العظيمة في الصناعة دي. كما ان تربة مصر تحتوي على مادة معينة تصلح بوجه خاص لصناعة الزجاج، كان بيتكلم على الرمال يعني كده، الرمال البيضاء اللي بتدخل في صناعة الزجاج. فده عندك بيعرفك قد ايه اسكندرية في الفترة دي كانت حاجة جامدة جدا. ماشي تمام، ده كل ده طبعا في التجارة وفي اللي اتكلم عليه بقى هناك في الوقت ده لما زاروا مصر، سواء هدريان او عمك استرابون. طيب تعال نشوف بقى التجارة، كده اتكلمنا على الزراعة والصناعة. وطبعا طالما انا عارف ان الزراعة كويسة والصناعة كويسة، على طول هتبقى التجارة كويسة. هما التلاتة مثلث مع بعض كده، زراعة كويسة صناعة كويسة، على طول يبقى التجارة كويسة. طب تعال نشوف وضع التجارة. اهتم الرومان بالتجارة طبعا، وانقسمت في البداية أصلا التجارة دي لنوعين: تجارة داخلية طبعا ما بين الولايات الرومانية، وتجارة خارجية خارج روما. اهتم الرومان طبعا بتحسين الطرق وتمهيدها، جددوا الطرق، عملوا طرق جديدة كده. مارس سكان مصر في عهد الرومان بكل حرية التجارة الداخلية دي، سابوا المصريين يشتغلوا زي ما هم عايزين، ما حطوش عليهم شروط ولا ضرائب، لا في الفترة دي يعني بالتحديد في التجارة هم فرضوا ضرائب بس احنا بنتكلم بالنسبة للتجارة خلاهم يشتغلوا زي ما هم عايزين. انما بقى التجارة الخارجية هي اللي اتغيرت شوية. ليه بقى؟ لان اشرف عليها الرومان اشراف كامل، تقدر تقول حطوها تحت نظام الاحتكار. يعني كانت الإدارة الرومانية ترسل ممثلين لها مع السفن التجارية في البحر الأحمر أو حتى في البحر المتوسط، أي سفينة معدية هنا ولا هنا يبعتوا معاها واحد طبعا. طب ليه؟ لتأمين السفن، عشان ما فيش حد يطلع يستولى على السفن دي يسرقها كده يعني، لا. يبقى هنا اتكلموا على أو عملوا إشراف على التجارة الخارجية على السفن. كمان أعادوا حفر القناة التي تصل بين النيل والبحر الأحمر، اللي هي القناة سيزوستريس اللي عملها الملك سنوسرت السادس، لتنشيط التجارة طبعا وزيادة التجارة والسفن رايحة داخلة خارجة كده يعني. فطبعا هيبقى فيه شغل كبير في مصر في الوقت ده. كمان استفاد الرومان من مصر ومن موارد مصر عن طريق فرض الضرائب. تعال نتكلم بقى على حاجة عملها الرومان مفيش حد في العالم عملها. ازاي بقى؟ بيقولك ان الرومان دول عملوا نظام جديد للضرائب، اتفننوا في ازاي يحصلوا على ضرائب من الناس، ازاي نلم الضرائب من المصريين، ازاي ندفعهم ضرائب اكتر. وحطوا نظام ضرائب في منتهى الدقة لم يسمع العالم القديم كله عنه. ليه؟ لأن هدفهم في الآخر هو جمع الضرائب من المصريين، عايزين يلموا فلوس. تعال نشوف عملوا إيه. أول حاجة استخدموا نظام الإحصاء السكاني. الإحصاء السكاني ده بنسميه تعداد ديموغرافي في الجغرافيا عندنا، تالتة ان شاء الله كده هنسميه باسم تعداد ديموغرافي. ان هم بدأوا انهم يعدوا السكان. اعرف لي بقى السكان دول اعدادهم قد ايه، هم كام واحد، هم اعمالهم، هم بيشتغلوا ايه، انواعهم هم ذكور ولا اناث، التركيب النوعي بتاعهم اللي هم ذكور واناث، التركيب العمري بتاعهم اللي هم صغار سن ولا شباب ولا كبار سن ولا ايه. اعرفوا لي كل حاجة عنهم عشان نعرف هندفع مين ضرايب، مين هيدفع كتير، مين هيدفع قليل، وهكذا. كمان فرضوا على المصريين 200 نوع من الضرائب. انت متخيل قد ايه 200 نوع من الضرائب؟
انت لو هتتنفس هتدفع فلوس، تاخد نفس كده، هيقول لك استنى ايه ده في هوا داخل بقك، تعال ادفع ضريبه على طول. 200 نوع من الضرايب، ده اجرام. كمان مش بس كده، بيقول لك استحدثوا نظام الخدمات الالزاميه. نظام الخدمات الالزاميه اللي هو السخره، هشغلك من غير ما اديك فلوس، هشغلك عندي وببلاش. من الحضارات اللي استخدمت نظام الخدمات الالزاميه، عند الحضاره العراقيه كانت استخدمته في الجيش لما عملت الجيش دائم. كمان عندك الدوله الاشوريه بالتحديد هي اللي عملت الجيش دائم. كمان عندك الحضاره الرومانيه استخدمته المره دي بقى في الضرائب. يبقى هما الاثنين استخدموا الخدمات الالزاميه، الحضاره العراقيه في الجيش والحضاره الرومانيه في الضرائب. مش بس كده، كمان بيقول لك هنا اللي هو طبعا اعمال تفرض على الاهالي بدون مقابل، هشغلك وببلاش. فانت متخيل سياسه الرومان في مصر كانت عباره عن ايه؟ عن الظلم اللي تعرض ليه المصريين في الفتره دي، عن مدى سوء الاداره الرومانيه في مصر وقصر النظر للاداره الرومانيه في مصر. كل ده طبعا كان بيعاني منه المصريين في الفتره دي. فده عندي بالنسبة للضرائب اللي كانت مفروضة على المصريين في الفترة بتاعة الاحتلال الروماني، وازاي كانوا بيعاملوا المصريين. طبعا ده انت هتشوف اسود من كده دلوقتي كمان. تعال نروح على تالت حاجة، اللي هي الحياة الاجتماعية. الشاي ده من غير نعناع، الشاي بيبقى بنعناع حاجة عظيمة. انا بقول ايه؟ المهم، الحياة الاجتماعية عندنا في الحكم الروماني بقى. الحكم الروماني، او نتكلم على المجتمع، عبارة عن ايه في الفترة دي بالتحديد؟ كان متقسم لطبقات. طبعا ماشي. الطبقات دي كانوا 5 طبقات بالتحديد. نفتح الشاشة اكتر، عندك ال5 طبقات دول. ال5 طبقات دول اللي كانوا عايشين في مصر تحت الحكم الروماني. تعال نتكلم بقى ونشوف كل طبقة منهم ووضعها كان عامل عبارة عن ايه. اول طبقة هي طبقة الوالي. طبقة الرومان. الرومان دول متقسمين بقى لايه؟ ل3 حاجات: الوالي اللي بيحكم، الجنود الرومان اللي في الجيش، المواطنون الرومان. الوالي ده كان على رأس الطبقات، كان هو الكل في الكل، وده كان قاعد في اسكندرية طبعا، وبيساعده حكام المديريات، حاجة شبه المحافظين كده. طيب معاه مين؟ معاه الجنود الرومان. الجنود الرومان دول بيقول لك جنود الحامية الرومانية، طبعا الجيش الروماني يعني، اللي عاشوا في مصر وكانوا من طبقة الفرسان. وأول ما تيجي اسم الفرسان تعرف الطبقة أو الفرقة اللي كان بيسيطر عليها أغسطس في الجيش، لأن كان قائد الفرسان هو أكتافيوس الحاكم. وطبقة المشاة معاهم برضو جنود في الجيش. ماشي. كمان عندك المواطنون الرومان. المواطنون الرومان دول اللي هم قدموا الى مصر، جاءوا لمصر يعني للتجاره نظرا لثرائهم، جايين يزودوا فلوسهم. قال لك ده مصر دي يا عم ايه، مهمه جدا، فيها تجاره وفيها فلوس، يلا بينا نروح على مصر ونعمل مشروعات هناك. وكانوا متدلعين طبعا وفلوسهم كتيره جدا، وتمتعوا بكافه الامتيازات الماليه، خدوا تسهيلات ياما. كان الرومان بيقولوا لهم تعالوا انتوا بس مصر، ما ايه رايكم تروحوا مصر يا جماعه؟ عارفين لو رحتوا مصر هنقدم لكم تسهيلات ياما، مش هندفعكم ضرايب، هيبقى معاكم حقوق قانونيه. فده طبعا خلى المواطنين الرومان والله ده حاجه حلوه خالص، يلا بينا يا ابني لم الشنطه ويلا بينا على مصر. فجايين طبعا يزودوا فلوسهم. طيب تاني طبقه اسمهم اغريق المدن الاربعه. ايه ده؟ الاغريق نزلوا درجه ولا ايه؟ نزلوا درجه. ايام البطالمه كانوا الاغريق الطبقه الاولى، لكن دلوقتي ايام الرومان الاغريق نزلوا للطبقه الثانيه. والاغريق كانوا متقسمين: اغريق المدن الاربعه، ودول كانوا ممكن تقدر تقول عليهم الطبقه الوسطى، وتمتعوا طبعا بامتيازات اقتصاديه، زي انهم مش بيدفعوا جزيه، مش بيدفعوا ضريبه. فطبعا ما كانوش بيدفعوا الضريبه. قعدوا فين بقى؟ وليه سميناهم اغريق المدن الاربعه؟ لانهم كانوا قاعدين في 4 مدن يونانيه على الطراز اليوناني في مصر. زي مين؟ زي نقراطيس، دي طبعا اول مدينه اغريقيه اتبنت في مصر. اسكندريه، بطليموس، انطونيو بوليس. هناخدها انطونيو بوليس دي بعدين شويه كده وهناخدها. فدول ال4 مدن اللي كانوا موجودين في مصر اغريق. ماشي. تعال للطبقه الثالثه. طبعا حته نقراطيس دي، لان احيانا بيجي عليها سؤال كده، يعني نقراطيس دي اتبنت لاهداف اقتصاديه، لان التجار اليونانيين كانوا قاعدين في مصر كده وكانوا
بيمارسوا تجارتهم هناك. اغريق بقى الريف المصري ايه؟ الاغريق دول بيقول لك آه، في سؤال كمان مهم، انا قاعد بفتكر الاسئله بعد ما بقول. ماشي، مدينة الإسكندرية كمان، طالما اتكلمنا على النقراطيس وقلنا اتبنت لأهداف اقتصادية، تعالى اسكندرية. اسكندرية طبعا بناها الإسكندر، واتبنت لأهداف كتيرة. زي إيه؟ زي مثلا أسباب شخصية، الإسكندر عايز يسمي مدينة باسمه. أهداف حضارية عشان ينشر الحضارة الهيلينستية. أهداف عسكرية عشان تكون قاعدة على البحر المتوسط. فدي طبعا كلها لازم معلومات كده نلم، نكون عارفين كل حاجة ورابطين كل حاجة كده الدروس ببعضها. لازم. طب انطونيو بوليس دي ماشي، انطونيو بوليس ده نتكلم عليها دلوقتي، كان اما نروح لها وخلاص عشان ما نحرقش بس ايه التفاصيل، عشان ما نقتلش المتعة. المهم عندك اغريق الريف المصري. اغريق الريف المصري دول انتشروا في عواصم الاقاليم، وكانوا بيشتغلوا بالتجارة والاعمال المصرفية اللي هي البنوك يعني. وشغلوا المناصب العامة في الدولة، يعني كانوا ماسكين المناصب الإدارية، حاجة كده شبه الحكومة، تبع الحكومة يعني، سلطة إدارية وكده. ماشي، دول الإغريق بتوع الريف. طب اليهود بقى، تعالى بقى على اليهود. اليهود اللي ورانا في كل حتة، اليهود اللي خدناهم في البطالمة وبناخدهم دلوقتي في الرومان. اليهود كانوا قاعدين في مصر أيام الرومان، لهم منطقة كده اسمها الحي الرابع في اسكندرية. اليهود دول كانوا أصحاب رؤوس أموال، طبعا شغالين بالفلوس. الفلوس هم حاجات النقدية دي والمصارف والتجارة والبنوك والربا والكلام ده كله. طبعا اليهود أغنى ناس في العالم بسبب التجارة بتاعتهم، شاطرين جدا في موضوع التجارة الحرام بصراحة يعني. فكانوا أصحاب رؤوس أموال، وكانوا طبعا قاعدين في اسكندرية، لأن اسكندرية فيها مواني تجارية كتيرة. أي واحد عايز يستثمر فلوسه كان يجي اسكندرية على طول. واليهود طبعا كانوا موجودين في اسكندريه، لان اسكندريه زي ما قلت لك كانوا يهود او كان ميناء تجاري. تعال نربط مثلا ما بين اليهود واغريق الريف. ايه هما الاتنين كانوا بيشتغلوا بالتجاره والاعمال المصرفيه. طب تعال نربط ما بين لا ده اما نروح للمصريين بقى وخلاص عشان ما نقتلش المتعه. المصريين بقى، المصريين الغلابه في كل الحضارات وفي كل البلاد، هم اللي طالع عينيهم لحد دلوقتي. المصريين ربنا يقويهم، يعني بيقول لك يقصد بهم كل من كان يعيش في انحاء مصر وليس من الفئات السابقه، لا من الرومان ولا من اغريق المدن ولا من اغريق الريف ولا من اليهود. المصريين هم اللي اتفرض عليهم كل انواع الضرائب، 200 نوع من الضرائب ونظام الخدمات الالزاميه وغيره. كمان المصريين دول كانوا ملهمش حقوق قانونيه، يعني بص حقه رايح في داهيه. حتى لو انت مظلوم وغلبان وبتاع وحد اعتدى عليك، ما انتش واخد حقك برضو. فنقدر نقول ان اليهود او المصريين واليهود والاغريق بتوع الريف دول التلاتة اللي كانوا بيدفعوا جزية، اللي كانوا بيدفعوا ضرائب. طب الرومان واغريق المدن لا، ما كانوش بيدفعوا، دول كانوا متدلعين، دول تسهيلات بقى وكده، فكانوا متدلعين على الاخر. ماشي، ده بالنسبة طبعا ل الحالة الاجتماعية. في حتة كده بيقول لك كان لا يسمح لأي أحد من فئة سكانية أن يرقى إلى الفئة الأعلى إلا بقانون يصدر من الإمبراطور نفسه. مفيش واحد يقدر يترقى لطبقة فوق إلا بقرار من الإمبراطور. يعني مفيش واحد من المصريين يقدر يدخل عند طبقة اليهود، أو حد من اليهود يطلع لطبقة الإغريق بتوع الريف، أو حد من إغريق الريف يطلع لطبقة إغريق المدن، إلا بقرار من الإمبراطور نفسه. وده خلى طبعا أو أدى إلى زيادة ثورات المصريين ضد الحكم الروماني. ده طبعا بالنسبة للحياة الاجتماعية بتفصيل أو بشيء من التفصيل يعني الممل. طيب تعال نشوف بقى الحياة الدينية. الحياة الدينية، الوضع الديني كان عامل ازاي وكان عبارة عن ايه؟ بيقول لك عندهم طبعا تمثلت في عبادة الأباطرة. الأباطرة دي جمع إمبراطور، عشان لما تجيلك في العربي يبقى أقول مستر عبد المجيد ولا الهادي. اعتبر المصريين الإمبراطور هو الوريث الشرعي للملك الفرعوني والبطالمي. الجماعة الرومان دول خدوا فكرة عبادة الملك، عبادة الفرعون، خدوها من مين؟ خدوها من البطالمة. طب هم البطالمة هم كمان كانوا واخدينها من مين؟ كانوا واخدينها من المصريين، الملك الفرعوني.
يبقى ايه؟ تقدر تقول ان الرومان خدوا فكرة الملك المقدس من البطالمة، والبطالمة خدوا فكرة الملك المقدس من الفراعنة. ماشي، تمام. تعال نشوف هادريان الامبراطور الروماني لما زار مصر. عندنا امبراطور اسمه هادريان. هادريان ده لما زار مصر اقام طبعا معبد للاله السكندري اللي هو السرابيس. السرابيس ده عباده جزء منها مصري وجزء منها يوناني، حاجه ميكس كده، يبقى مصري ويوناني مع بعض. المهم زار مصر وقام برحله الى الصعيد، خد صاحبه كده وطلع على الصعيد، ووصل لحد في نهر النيل يعني كده، ونزل تحت كده لجنوب مصر لحد ما وصل للاقصر. عمل زياره هناك حلوه ولذيذه وجميله، وبعدين وهو راجع بيقول لك هنا غرق صديقه انطونيوس في النيل. وهو راجع من الزياره بتاعته دي غرق انطونيوس صاحبه صديقه، غرق في النيل ومات. فالراجل ده قرر ان هو يعمل معبد او مدينه في المدينه اللي غرق فيها صاحبه، وتتسمى باسمه. يا سلام على الوفاء والحب. الراجل ده كان محترم جدا، وفي لصاحبه، بنى مدينه في نفس المكان اللي غرق فيها صاحبه وسماها باسمه. فلما تجيلك في الاسئله قول له ده المقصود بيه الوفاء طبعا لصديقه. تمام، دي حته صغيره كده عشان ايه لما تيجوا خلاص نبقى عارفينها يعني. تعال نشوف بقى الديانه المسيحيه، اهم متغير ديني في القرون الثلاثه الاولى الميلاديه. اهم متغير ديني حصل في اول 300 سنه من التاريخ الميلادي. ازاي بقى؟ تعال نشوف. ظهرت المسيحيه طبعا او على ايد السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام في بيت لحم في فلسطين. المسيحيه اول ما ظهرت هناك طبعا في عهد الامبراطور اللي كان موجود في الفتره دي، كان الامبراطور طبعا اغسطس او اكتافيوس. فضل سيدنا عيسى يبشر بالإيمان بالله، يدعو إلى عبادة الله طبعا، والمحبة والسلام والإخاء والتسامح، الصفات الجميلة اللي في الديانة المسيحية وفي الديانة الإسلامية وفي كل الرسالات اللي ربنا بعتها طبعا. طب إزاي دخلت مصر بقى؟ دخلت المسيحية مصر على إيد القديس مرقس. القديس مرقس ده واحد من تلامذة السيد المسيح عيسى في منتصف القرن الأول الميلادي سنة 54 بالتحديد. وكان الامبراطور اللي بيحكم روما وبيحكم مصر في الفترة دي كان اسمه نيرون. يبقى تاني لما يقول لك هو سيدنا عيسى ظهر بالمسيحية، كان الامبراطور ده اسمه اكتافيوس. انما دخلت المسيحية مصر في عهد الامبراطور نيرون، هو اللي كان موجود. تمام، ماشي. المهم هنا بيقول لك اقبل المصريين طبعا على اعتناق الديانة المسيحية. شافوا في الدين المسيحي ده حاجة صفات ما كانوش حاسين بيها قبل كده. شافوا حاجات في المسيحية وجدوا فيها مبادئ سامية، مبادئ سامية وخلاصا لهم من واقعهم المضطرب. لقوا فيها طبعا مبادئ الإسلام وعز المسيحية المسيحية طبعا وخلاصا لهم من الواقع المضطرب والقهر والذل اللي عانوا منه تحت الحكم الروماني. لو ان الدين المسيحي ده دين بيدعو الى طبعا صفات سماوية وحاجات ما كانوش حاسين بيها تحت الحكم الروماني، وشافوا ان هو ده المسيحية هتخلصهم من الواقع اللي عايشين فيه. طيب تعال نشوف ازاي تعامل الرومان مع المسيحيين في الفترة دي. طبعا اكيد المسيحيين او الاباطرة الرومان مش هيسيبوا الديانة المسيحية تنتشر كده وخلاص، لا، ده تعرض هنا اتباع السيد المسيح للاضطهاد الروماني. المسيحيين شافوا كل انواع الظلم تحت ايد الرومان. ده ليه؟ لان مبادئ المسيحية تخالف الديانة الوثنية، من حيث ان المسيحيين رفضوا تقديس صور الاباطرة الرومان. ان الاباطرة الرومان اللي هو الامبراطور كان المسيحيين رافضين ان هم يقدسوا الصورة بتاعته ويعلقوها في البيت وكلام من ده، لانها طبعا بتخالف معتقداتهم الدينية. فبيقول لك هنا فسر الاباطرة الرومان موقف المسيحيين بعصيان يهدد الامن القومي ويهدد وحدة الامبراطورية الرومانية. انتوا ازاي ما تقدروش تعملوا كده؟ انتوا ازاي مش بتقدسوا الصور الاباطرة الرومان؟ وهكذا. تمام. المهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل بعد كده بدأ ان المسيحيين
يتجهوا إلى الصحراء هروبا من ظلم الروم، فبقوا بيروحوا الصحراء، وانتشرت هناك بقت الرهبنة، اللي انت بتروح في الصحراء تبعد عن الرومان وتفضل موجود هناك لوحدك بقت كده، عشان ما تقعش تحت ايد الامبراطور الروماني فيقتلك. تعال نشوف موقف أباطرة الرومان من المسيحية. ازاي يتعاملوا مع المسيحية؟ في ناس احترمت المسيحية، وفي ناس لم يحترموا المسيحية وعملوا اضطهاد للمسيحيين. فده اسمه سياسة تناقض، في اتنين كويسين واتنين وحشين. الاتنين الوحشين اولهم نيرون. نيرون ده بلغ الاضطهاد للمسيحية في عهده حد كبير. اول واحد بدأ سياسة الاضطهاد كان اسمه نيرون. اضطهاد المسيحيين طبعا بشكل كبير جدا، لدرجة انه كان بيقتلهم وكان بيحبسهم. جاء واحد اسود منه اسمه ايه؟ اسمه دقلاديانوس. الامبراطور دقلاديانوس ده كان المجرم بقى، لان الراجل ده يعني عمل حاجات كتير اجرامية، زي انه اصدر مرسوم، خد قرار بهدم الكنائس، كسر لي كل الكنائس دي وهدها، حرق الكتب المقدسة، احراق للكتب دي كلها، اعدام من يتبع المسيحية، اي واحد تعرفه ان هو بقى مسيحي ودخل في المسيحية اعدموه على طول. لدرجة ان عصره اتسمى باسم عصر الشهداء بسبب ما تعرض له المصريين من حركة اضطهاد في الفترة دي، وبسبب المصريين اللي اتقتلوا تحت ايد دقلاديانوس. قتل عدد كبير من المسيحيين، لدرجة ان الكنيسة القبطية خدت من السنة اللي تولى فيها الحكم دقلاديانوس بداية التقويم القبطي، نظرا للإجرام اللي قام بيه في السنة دي، تخليدا لذكرى شهدائها طبعا اللي قتلهم الإمبراطور دقلاديانوس. طيب تعال نشوف ناس كويسين شوية، زي الإمبراطور قسطنطين والإمبراطور سيوديسيوس. الامبراطور قسطنطين ده بيقول لك كان محترم شويه عن اللي قبله. ليه بقى؟ الراجل ده عمل ايه؟ بيقول لك اصدر مرسوم ميلان، والمرسوم ده كان سنه 313 ميلاديا، بنسميه مرسوم التسامح مع المسيحيه. يعني الراجل ده احترم المسيحيه وتعامل معهم بشكل كويس، واعطى الحريه الدينيه للمسيحيين. قال لهم يا جماعه تعبدوا اللي انتوا عايزينه، انتوا لو عبدتوا المسيحيه احنا، او دخلتوا في المسيحيه يعني، احنا مش هنعتدي عليكم ولا هنقرب لكم عادي. جاء من بعده الامبراطور